بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وسعاده وهنا يا رب. يسعدكم ان شاء الله ويكرمكم. انا هعمل مربى التين. علبه المربى جبناها صغيره خالص كده اهو ب20 جنيه، ما بتعملش كام سندوتش. فلقيته رخيص في السوق، كيلو ب15 جنيه. الراجل قال لي والله ب15 هديك ال2 كيلو ب25. شايفين يا حبايبي المربى؟ بصوا السكر ده خلاص. هنا احط ايه؟ ربع معلقه ملح ليمون عليها كده بدل الليمون، يعني عندك ليمون حط. انا حطيتها نص ربع معلقه ملح ليمون واسيبها لما تنشف خالص. اتفرجي بقى على احلى مربى. انا سايباها تغلي كده ايه بس. اه يا حبايبي شايفين؟ حلو قوي ده. شايفين لما تعملي كده؟ بصوا ده بتمسك ازاي. 2 كيلو بتاع دوت، وكان منها والله يعني دول يعتبروا كيلو 2 كيلو ربع او كيلو ونص. حطيت عليهم كيلو الا ربع سكر. شايفين شكلها عامل ازاي المربى؟ لو عايزاها ناعمه اضربها في الخلاط لما تحطيها على النار هي والسكر. اضربها خليها ناعمه زي ما انت عايزه، بس احنا بنحبها كده. نحب فيها كده حتت كده، بتبقى جميله وطعمها حلو قوي. احلى 1000 مره من اللي بتشتريها بره. شوفي بقى دلوقتي هتملى كام برطمان دلوقتي. بصي بقى جمال المربى وحلاوتها. بصي احلى مربى تين تعمليها في البيت. هو ربع معلقه بتاع ده ملح ليمون و2 كيلو او 2 كيلو الا هما. احنا اكلت بتاع 5 منهم لما جبته، فكانوا يعني ايه 2 كيلو الا حاجه بسيطه، وكيلو الا ربع سكر مش هيكلفك حاجه. بصي السكر بتاعه مية مية. ازاي ما تزودي السكر عن كده؟ بصي اهي زي ما انت شايفه اهي بتعلم في المعلقه. طالما علمت في المعلقه كده تاكلي احلى مربى بقى. شايفه اهي؟ اعمليها كده جميلة جدا وموفرة. ده البتاع اللي 2 كيلو ب25 جنيه جايباهم التين. بس هات التينية الغامقة اللي هتلاقيها زي العسل، اما الفاتحة دي ما تجيبهاش. ولو مقفولة عادي مفيش مشكلة. اقطعي الحتة اللي فوق الصغيرة الخضرة دي وقطعيها على 4 او على 2 او حتة صغيرة زي ما انت حبي، وحطيها وحط لها السكر على النار على طول كده. اول السكر ما يدوب حطي الملح بتاع الليمون او ليمونة حلوة كده، تروحي عصرها عليهم وسايباها تغلي. تبقي واقفه قدامها تغلي كويس قوي. وبعد كده وطي النار خالص، خليها متوسطه او اقل من المتوسط لما تلاقيها بالشكل ده. وكل شويه تقلبي فيها، ما تسيبهاش على النار. شايفه؟ بصي جمالها. بصي بلوني برطمانين قد ايه، وبلوني برطمان صغير اهو. البرطمان الصغير ده كنت جايباه ب20 جنيه. ده مش دلوقتي، ده من وقت كمان. بصي قد ايه. بس اللهم صل على النبي، يعني كلها الحكايه مش هتكلفك 50 جنيه، ما تكلفش والله يعني.